السلام عليكم واهلا بيكم ليله جديده من ليالي العظمه. عظمه النهارده هي عظمه نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي بيستأنف النهارده مشواره في الكونفدراليه امام فريق اكاديميه سوار، وبيفوز برباعيه في مباراه سيطر فيها الزمالك بالطول والعرض على المباراه. مباراة هتلاقي فيها اهداف، هتلاقي اهداف بتضيع، هتلاقي كارت احمر، بتلاقي انذارات، بتلاقي مباراة الحقيقة ممتعة من جانب واحد هو جانب نادي الزمالك. ونادي الزمالك فوزه النهارده هو فوز مهم جدا، لان الزمالك احنا عارفين ظروفه الصعبة جدا والامكانيات اللي نقدر نقول يعني امكانيات ممكن تكون محدودة كلاعيبة، ولكن اللعيبة النهارده كل واحد في مركزه. شايفين الروتيشن اللي بيحصل من معتمد جمال، اللي بالمناسبة معتمد جمال بيقود الزمالك للفوز النهارده امام اكاديمية سوار، وبيقدر يكمل في سلسلة الفوز في الفترة الأخيرة. فالنهارده شيكابالا بيتفوق، زيزو بيتألق، شيكا ساحر، شيكا ممتع، قول اللي انت عاوزه بقى، يعني شيكابالا على المنافسين وبالا. ولكن شيكابالا اللي بيقود فريقه للفوز تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك حاليا. فاعتقد ان معتمد جمال دلوقتي، انا عارف ان ممكن تكون البدايات حلوة ولكن ما نعرفش بكرة في ايه، ولكن خلينا على ارض الواقع والوقت الحالي. الراجل شغال صح، اللعيبة بتحبه، الراجل شغال من غير هبد ولا فتي ولا اي كلام، حاطط كل لاعب في مركزه، عامل روتيشن. تلاقي في مباراة فيوتشر نضاي بيلعب النهارده، نضاي بره على الدكه وبينزل وبيسجل الهدف الرابع. فالراجل عارف امتى ده ينزل وامتى ده يطلع وامتى ده يكون متواجد. كنا شايفين الجزيري بعيد، الجزيري بيرجع في مباراه فيوتشر، ثم بعد كده النهارده بيكون متواجد وبيقدر انه يسجل. زيزو اللي دايما بيقود الزمالك في الحته الهجوميه بيقدر انه يسجل هدف اول بعد اسيست من شيكابالا، اللي بيقدر كمان شيكابالا بيسجل الهدف الثاني علشان زيزو بيرد له الاسيست. ولكن شيكا بقى في حته زحمه كده واحده كده بياخدها سحبه بتاع سحبة الشوارع ويحطها زي ما بيحطها كل مرة، يعني نفس الحركة، وفي الاخر كلنا بنتفاجأ بالكرة وبنقول يا ابن اللعيبة يا شيكابالا، يا لعيب قوي يا شيكابالا. يعني الواحد بيتفرج على الكرة، انا شايف زحمة على الخط ال 18. ما توقعتش ان هو ممكن يعملها كده في الزحمة دي، ولكن ده شيكابالا توقع معاه كل حاجه وتوقع معاه المستحيل. الزمالك في الشوط الاولاني زي ما شفنا النهارده محمد عواد ما كانش فيه فرص محققه بالشكل الكبير، نقدر نقول ان هو اختبر. ولكن محمد عواد الفترة الأخيرة يعني بدأ إن هو يستعيد يعني مستواه. بنشوف محمود علاء اللي النهارده بيرجع في التشكيله بجانب المسلوسي اللي بقى خلاص مميز في حته السردباك ورا. الراجل بيقاتل، الراجل بيلعب على الكوره، الراجل بيلعب السهل، الراجل مؤثر بشكل كبير جدا في حته التلت الدفاعي نادي الزمالك. اعتقد ان كمان مع رجوع الونش فاحنا هنبقى كسبنا المسلوسي في المركز ده. بنشوف النهارده كمان نيمار اللي بيلعب وبينزل، بنشوف عمر جابر طبعا اللي بدأ وبعد كده نيمار بينزل، شوفنا شيفو اللي النهارده متواجد في الباك ليفت. طبعا مع مباراه فيوتشر كنا شايفين نضاي، فنضاي النهارده كان على الدكه ولكن بينزل الشوط الثاني علشان بيسجل. شفنا نص الملعب اللي بدا يعني معتمد جمال يغير فكرنا عن دونجا وعن رؤى، الاثنين بقوا خلاص حافظين بعض في نص الملعب شويه. حتى لو لقيت السيسي جنب دونجا مفيش مشكله، هتلاقي برضو اللي خلاص خط وسط الزمالك بقوا حافظين بعض، بقوا ماسكين كوره، بيقدروا يعملوا تبادل واجبات بشكل سريع جدا ومميز جدا، خاصه في حته بقى الاسبريسو والضغط لو الكره قطعت من الزمالك. دي الميزه القويه جدا اللي كان مفتقدها فريق الزمالك في الفتره الاخيره، حته ان الكره لما تتقطع من فريق الزمالك هقعد فتره طويله علشان اخدها. دلوقتي بتلاقي الكره اتقطعت، بتلاقي اسبريسو وضغط قوي في كل مكان في الملعب بالاثنين والثلاثه، واللاعب يضغط وتاني وراه بيضغط مع كمان واحد بيغطي من وراهم، فخلاص في خلال ثانيه ثانيتين بالكتير خلاص الزمالك خد الكرة وبيبدأ هجمة وبيقدر يستحوذ على الكرة، ودايما الكرة في رجله. واكبر وسيلة للدفاع هي الهجوم، وهي دي نقدر نقول السيستم اللي ماشي بيه معتمد جمال مع فريقه. فبنشوف شوط اولاني رائع جدا والزمالك اللي بيسجل هدفين رائعين جدا وبيخلص المباراه. بنخش الشوط الثاني ونشوف كمان الجزيري اللي بيسجل الثالث رائع جدا. بعد كده بيخرج شيكا، بنشوف كارت احمر طبعا في كوره يعني كاراتيه، يعني مش عارف خناق الشوارع مع زيزو، وكان ضرب كتير جدا من لعيبه اكاديميه سوار. ولكن
بيطرد اللاعب، بنشوف نضاي اللي بينزل بيستخدم بقى نضاي حته سرعاته في التلت الهجومي وحته المساحات، فنزل في مساحات. قدر نيمار كمان بعد ما نزل انه بيستغل وبيدي ثرو رائع جدا لنضاي علشان يروح، وبيقدر نضاي يسجل الهدف الرابع لفريق الزمالك علشان الزمالك ينهي المباراه بالفوز برباعيه، علشان الزمالك يكون في الصداره ب6 نقاط. النهارده بنشوف ابو سليم الليبي بيفوز على فريق سجراده علشان طبعا يوصل النقطه الثالثه، وطبعا مليون مبروك لفريق ابو سليم. نتمنى طبعا اللي يصعد في المجموعه دي ابو سليم والزمالك، يعني فريق ليبي وفريق مصر الناحيه الثانيه فريق فيوتشر اللي بيفوز رغم حاله الطرد 2-1 علشان يكون على قمه الصداره مع اتحاد العاصمه الجزائري، علشان يكون المباراه القادمه لفريق فيوتشر امام اتحاد العاصمه الجزائري مباراتين ورا بعض، مباراه في القاهره ومباراه في الجزائر، علشان الاثنين يقدروا بقى نشوف ايه تكسير عظام على مين هيكون هو في المرتبه الاولى وفي الصداره في صداره المجموعه. ولكن باذن الله فيوتشر تكون هي صاعده في المجموعه. الناحيه الثانيه الزمالك المباراتين القادمتين هم مباراه سجراده، مباراه في القاهره ومباراه خارج الديار، ولكن مباراتين الزمالك ان شاء الله يفوزهم 6 نقاط علشان الزمالك يكون بالعلامه الكامله قبل نهايه دور المجموعات بجولتين امام ابو سليم او اكاديميه سوار، ويكون الزمالك خلاص حط قدم في دور الادوار الاقصائيه اللي هو دور الثمانيه. فان شاء الله سهله ومش مستاهله يعني زي ما بنقول كده، ولكن برضو ده الطبيعي ان الزمالك يصعد من دور المجموعات لان ده الزمالك بتاريخه الكبير. نفس الكلام الناحيه الثانيه حديث العهد في الكونفدراليه فريق فيوتشر، ولكن نتمنى له كل التوفيق. كفايه عظمه لحد كده، ولكن مش كفايه، عايزين العظمه تكتر اكتر من كده. بالنسبه للفرق المصريه في البطولات الافريقيه، الاهلي الناحيه الثانيه اللي تعادل مع يانج افريكانز، ولكن الاهلي هيصعد لان ده الاهلي بتاريخه الكبير. بيراميدز بيخسر ولكن ما زالت المجموعه معقده بشكل كبير، منافسات قويه جدا مع مازيمبي ومع صن داونز، ولكن لسه هنشوف الدنيا الفتره الجايه فيها ايه. ولكن ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للفرقه المصريه. كفايه عظمه لحد كده في حلقه النهارده، استنوني في حلقات جايه كتير، وبكره بقى ان شاء الله هيكون في حلقه هنتكلم فيها على كل حاجه حصلت في الجوله الثانيه بالنسبه للكونفدراليه او بالنسبه لدوري الابطال افريقيا. سلام.